في خناقة شغل النهاردة حلقة سبيشال هنتكلم فيها عن ال AI ومخاوف ال AI. معانا النهاردة محمد سراج، Director of Marketing and Business Development لشركة بتعمل خدمات AI للشركات. فاكشلي هي بيئة العمل كلها AI، الورك داينامكس كله AI، الكوليجز بتوعه اصلا روبوتس دلوقتي. ف اهلا يا محمد، اهلا. عرفنا بنفسك كده وبالشركه. انا اسمي محمد سراج، دايركتور اوف ماركتنج اند بزنس ديفلوبمنت لشركه اسمها جو اي اي، منبثقه من شركه اسمها جو تشات 247. شركه جو اي اي هي بتعمل حلول للاي اي للشركات. اوكي. فلو اعتبرنا مثلا ان تشات جي بي تي ده احد الحلول، فهو حل للكونسيومرز، فممكن تعملي حاجه زيه للشركات. فمثلا ده انا بدي مثال يعني، فهي بتعمل او بتديفلوب حلول اي اي معتمد على الاي اي للشركات. ف on a very shallow and اقول ايه naive question. فانا مثلا هاجي اقول لك محمد، انا عندي فريق من 20 شخص، شيل ال 20 شخص دول وحط لي تشات بوتس ويمانج التشات بوتس دي شخص او شخصين. لا هي مش كده قوي. مش كده قوي يعني، بحلم قوي يعني. أوكي. لا هو ده دوبل، بس الموضوع ليه كذا عامل ان يعني اللي انت بتقوليه ده، هل انا اقدر اشيل 20 شخص واستخدم بدلهم تشات بوت؟ ايوه. لا، الشات بوت لازم كده كده يبقى فيه تدخل بشري، لان لسه الاكيرسي بتاعته واحتياجك ليه والتعامل معاه لسه مش بالقدر الكافي انك انت تستغني خالص عن البني ادم. يعني حتى لما حد بيجي يطلب مننا ان هو عايز يعمل شات بوت للكاستمر سيرفيس او شات بوت لحاجه يبقى فيها انتر اكشن مع الكونسيومرز، لازم بيبقى الشات بوت ده او الروبوت ده واخد اوامر بان لو الشخص ده سالك سؤال بره المنهج او داخل معاك في حته انت مش عندك عنها معلومات، استأذنه ان انت تحوله لشخص حقيقي. اوكي. في الحاله دي هو مش بيحل محل البني ادمين، هو بيساعد البني ادمين. يعني انا النهارده اقدر بدل ما اخلي ان انا يبقى عندي بني ادمين 24/7 شغالين، لا، ممكن الشات بوت يقوم بالدور في الاوقات اللي هيبقى فيها البني ادمين صعبه شويه، خصوصا في رمضان. احنا بنتكلم كمان في رمضان. اوكي. فهيبقى في رمضان في اوقات معينه تبقى صعبه، ممكن شات بوت يعني نقدر نستبدله. ده طبعا I was exaggerating يعني، وده جاي من الفير والهلع بتاع البني ادمين من فكره الريبليسمنت بتاع الاي اي لسيرتن جوبز. انت قلت حاجه حلوه دلوقتي، انه مثلا الكول سنترز والكاستمر سيرفيس دي شغلانه من الشغلانات اللي وورلد وايد بتعاني من نسبه من التيرن اوفر عاليه جدا. ما بقاش في حد قادر ياخد المرتب ده ويقعد يرد على تليفونات، بلس انه بتعمل بيرن اوت. فعلى قد از ماتش از انه الموضوع شكله بيخوف، بس لو احنا ركزنا في تفاصيل الشغلانات اللي الاي اي ممكن يعملها، هو الاي اي هياخد مكان عشان يسيب الهيومنز يبدعوا او يبقى عندهم قدره يعملوا حاجات اكتر. فيعني قولي كده من وجهة نظرك، ايه ردك على الخوف الفظيع من البني ادمين على الريبليسمنت بتاع الاي اي، سنس ان الشركه بتاعتك كلها قائمه على الاي اي؟ طب هو السؤال شقين، هو ولا. ماشي. يعني ايه ولا؟ يعني انا النهارده مثلا في شركه ممكن تستبدل او تقول لك انا عايز اجيب شات بوتس تحل محل معين. النهارده لو هاخد الشات بوت يشتغل بالليل مكان واحد، فمعنى كده ان في واحد مش هيشتغل بالليل. اوكي. وفي شركه تانية تيجي تقول لك لا، انا هخلي الشات بوت ياخد المراحل الاوليه من رد المكالمه، يرد عليك في الحاجات السهله السريعه، وبعدين الحاجات الاصعب منها يبتدي يخش فيها شخص. اوكي. عامة بقى في سؤال، هو الاي اي هيستبدل اشخاص ولا مش هيستبدل اشخاص؟ السؤال ده هو عشان الاي اي بس حاجة جديدة، فهو لكن لو انت فكرت فيه، هل النهارده الكالكوليتر حل محل الاشخاص؟ هل الكمبيوتر حل محل الاشخاص؟ ما هي دي كلها تكنولوجيا جديدة. صح.
في ناس هتتبنى في واحد النهارده الكمبيوتر دخل علينا، في واحد اتعلم ازاي يشتغل على الكمبيوتر، وفي واحد فضل عايز يكتب بايده ويفتح السجلات والكلام ده كله. صح. ده خلاص شغله انتهى، والراجل اللي اتعلم على الكمبيوتر هو ده اللي شغله كمل. انا النهارده كبزنس بفكر في مصلحتي. انا لو مصلحتي ان انا اوفر البني ادم واحط الاله هتبقى ارخص، هعمل كده. شطارتك انت ان البيزنس يلاقي ان مصلحته ان انت تشتغل على الاله، مش ان انت تستبدل بالاله. اوكي. فانا النهارده لا، الاي اي ممكن ما ياخدش مكانك لو انت بقيت بتعرف تشتغل على الاي اي، لان دايما مهما كان ايه الاي اي او وصل لايه، دايما هيبقى في شخص بيطور منه، بيطور من الاي اي نفسه، وبيطور من الشغل باستخدام الاي اي احسن من ان هو يستبدل. اوكي. فانا بقول دايما للناس الاي اي ده زي بالظبط ما في فرشه رسم في المكتبه. انا لو رحت جبت فرشه الرسم دي هرسم بيها، بس لو واحد فنان جاب فرشه الرسم دي هي نفس فرشه الرسم، هيرسم بيها لوحه احسن بكتير قوي. اوكي. فالاي اي مش هياخد مكانك، هو اللي هياخد مكانك واحد تاني بيعرف يشتغل بالاي اي. فالكلمه الصح اللي المفروض نقولها للناس، وcorrect me if I'm wrong، الاي اي هيغير شكل الشغلانات، مش هيشيلك من الشغلانه. ديفنتلي. اوكي. ديفنتلي. يعني انا النهارده عندي في الشركه ناس ديفلوبرز، اوكي، في الكودينج بيستخدموا الاي اي. تمام. اوكي. في واحد تاني بيقول لك لا انا عايز اقعد في الكودينج اعمل الكودينج بايدي، يحترم وكل حاجه. بس انا النهارده الشخص اللي فاهم كودينج وبيستخدم الكودينج في الاي اي بالنسبه لي اسرع ومور افيشنت. طبعا. فانا هستغنى عن الشخص اللي مش عايز يستخدم الاي اي بالشخص اللي بيستخدم الاي اي، رغم ان الاثنين عندهم نفس النولج بتاعت الكودينج. فانتوا حتى في الاي اي بتمشوا نفسكم في نفسكم. طبعا. يعني انا بالنسبه لي النهارده لو واحد جالي مش حريف كودينج بس بيعرف في الاخر يديني المنتج اللي انا عايزه، انا تمام، انا ما عنديش مشكله. هتستخدم بقى ايه مش هتستخدم اي اي، البيزنس ملوش دعوه انت بتعمل ايه، البيزنس ليه دعوه انت بتطلع لي ايه. I don't care about your pain, I care about the baby. يعني فاهم ازاي؟ فانا النهارده عندي ديفلوبرز. يس، انا النهارده عندي ديفلوبرز كتير جدا، اوكي، بالنسبه لي انا شايفهم مع ناس تانية برضو عندي في الشركه، شايفهم احسن بكتير واسرع عشان بيعرفوا يعملوا الكودينج بمساعده الاي اي. وحتى دلوقتي الاي اي بقى بيعمل مودلز مخصوصه للكودينج. اوكي. يعني النهارده في كلود اللي هو 3.7 ده سكيود قوي للكودينج، فبالتالي الناس دي مش هبل، يعني مفيش حد بيعمل يعني هيعمل مجهود ويعمل موديل على مفيش، لا هو ده بيستخدم 65% من البروجرامز اللي اتعملت 2023 كانت باستخدام الكودينج بتاع الاي اي، فبالتالي ده موجود. ف ديفنتلي اجين لا هو مش بيهدد شغلك، هو انت الدنيا بتتطور زي ما بقى في اي اي، زي ما بقى في عربيات، زي ما بقى في كمبيوترات، ما فيش حاجه اسمها كده. انا النهارده كنت بشيلك على كتفي، بقى في عربيه هعرف اسوقها ولا مش هعرف اسوقها بالظبط، لو if it makes sense to you يعني. طبعا. فده يعني اللي انت بتقوله بقى ده خابط عندنا قوي في البيزنس سايكولوجي، في حته الترندز اوف بيزنس سايكولوجي، وهي التغيرات اللي بتحصل من due to الاكسترنال فاكتورز اللي بتاثر على الاورجنايزيشن من جوه. في حلقات فاتت اتكلمنا في حتت على الجنريشن شيفت اللي بيحصل، في حتت اتكلمنا طبعا على الويلنس. فانت دلوقتي في الارم كبير قوي في حته السرعه الرهيبه اللي البيزنس بيحطها على البني ادمين، which sounds to me، انا اسفه يا محمد جدا بس it's very brutal. يعني فكره ان انت قاعد قدامي بتقول لي انا ما عنديش وقت، اللي هيتاخر هيضطر ان هو يمشي لانه انا في الاخر I care about the baby. ف يعني التون اوف اجريشن اللي طالع بقى ده، وتاثيره على الستريسرز دي تاثيرها على البني ادمين. دونت يو سي ان دي على المنتل هيلث از فيري impactful، ولا انا بتكلم في سحابه مش هتفهمها يعني لا هو النقطه نقطه دي تكنولوجي وموجوده، وهي دي البدايه. يعني كل الناس اللي في السين بتاع الاي اي هو 25 و26 و27 الثلاث سنين الجايين دول هنشوف فيهم تقدم رهيب. اوكي.
والتقدم في الاي اي تقدم مضاعف. يعني السنه دي غير السنه الجايه، السنه الجايه غير ال4 سنين اللي بعديهم، الدنيا بتنط بسرعه جدا. اوكي. بس اللي عايز اقوله حاجه، انا النهارده كان زمان اما اجي عايز ابعت لك مراسله، المكاتب الشركات بتاعت زمان تيجي تبعت لك مراسله كانت بتبعت جواب بياخد يومين والرد بتاعك هيبقى في خلال يومين. فانا النهارده لو شغلانه خدت 4 ايام ده النورمال بيزنس، ومش هبقى شايف ان انت اما داخل الايميل بقى المفروض ابقى اقول لك ابعت له الايميل يبقى المعلومه هتبقى عنده كمان ثانيه. صح. مش حاجه اقفل الايميلات واقول يا جماعه مش هستخدم الايميلات عشان المنتل هيلث. لا، انا لو البيزنس بتاعي لو الديل هيخلص في خلال ثانيه باستخدام الايميل يبقى هستخدم الايميل. سيم جوز فور اي اي. انا النهارده كنت لما اجي اقول لك لو سمحت اعمل لي ريسيرش بمناسبه ان اوبن اي اي النهارده نزلت الديب ريسيرش. اوكي، لو انا جيت قلت لك النهارده عبقري جدا. لو انا جيت قلت لك النهارده اعمل لي ريسيرش وقلت لي طب بص انا هاخد شهر ان شاء الله على ما اعمل الريسيرش، طب انا بالنسبه لي انا عارف ان هو مش هياخد شهر. انت ممكن باستخدام الاي اي يا سيدي ياخد 3-4 ايام. ودي نقطه مهمه جدا. بص يا شباب، الحته دي مهمه جدا 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 للناس. انا كنت في مره طالب انا خايفه منك على فكره، انا حاسه اني هترفد من البودكاست. لا والله، انا في مره كنت طالب من واحد يعمل برزنتيشن. اوكي، فهو البرزنتيشن اللي اتعملت خدت حوالي حاجه 40 ثانيه. اوكي، باستخدام احد التولز بتاعت البرزنتيشن دي. اوكي، فهي البرزنتيشن كمجمل تمام، ما عنديش مشكله. بس انا طلبت منه البرزنتيشن ده المفروض تاخد في الطبيعي 5-6 ساعات. اوكي. انا اللي طلبته منه طيب اقعد على البرزنتيشن اللي خلصت، اقعد عليها ساعه، اقعد احسن فيها. اوكي، هي ما عجبتكش يعني في الاول؟ لا، هي عجبتني. تمام. بس انا النهارده لو وقفت استخدامي على استخدام الاي اي وما حسنتش، هنا هتقف الكرياتيفيتي، هنا الحاجه المهمه وهي الاسنس بتاعت البني ادم في الشغل هتروح. اوكي، فانت النهارده لو بيبان في الشغل، بيبان جدا في الشغل. فانت النهارده هتقعد الساعه كامله بتحسن، اكيد هتحسن من البرزنتيشن. لان انا اي دو ابريشيت ان السرعه في الاي اي، بس انا النهارده بدل ما البرزنتيشن كانت هتاخد 5 ساعات خدت ساعه، ده معناها 5 اضعاف السرعه. I'm fine with this. ليه اروح لل20 ثانيه ولا 40 ثانيه ولا 50 ثانيه؟ يعني مش لازم نبقى نجو اكستريم. فانت النهارده ممكن يعني تو ادابت البيزنس بتاعك بالسرعه دي، بس ما تخليهاش السرعه هي اللي تسوقك، ما يبقاش الاي اي هو اللي بيسوقك. ما يبقى، لان خلاص بعد كده مش هيبقى فيه كواليتي اوف سيرفيس، مش هيبقى فيه كواليتي اوف الشغل لو اعتمدنا على الاي اي بس. لازم انت ده مدخلك ايه، والا ساعتها خلاص يا حبيبي امشي، انا هخلي الاي اي يعمل الشغل. فين الانبوت بتاعك؟ فين المجهود بتاعك؟ فلو ما حصلش الانتر اكشن، تزاوج الهيومن فاكتور بالاي اي، مش هيحصل الانوفيشن وتدخل الكرييتيف اللي هو بقى الكرييتيف الناتشرال الطبيعي. فده هيخلي البني ادمين زي المكن في الاخر. طيب هقول لك كده كذا جمله وcorrect me if I'm wrong or قول لي الانبوت بتاعك. دلوقتي انا لما هستخدم الاي اي، اوكي، لازم الهيومن تاتش اتفقنا ان هو يكون موجود. حلو. طيب دخول الاي اي مثلا على الاديوكيشن سيكتور، انا دلوقتي في جريد وات ايفر مطلوب مني ريسيرش او مطلوب مني اساي، ده كنا بنقعد نعمله كتير. حلو. دلوقتي الاساي هيتعمل على الاي اي، وهحط الهيومن تاتش بتاعي وهارتيكوليتد ان هي تكون شبهي والخ. حلو. من وجهة نظري and correct me بقى، انا مش عارفه انا صح هنا ولا لا، انه الولاد في الاديوكيشن لحد الجامعه مش هو ده التعليم اللي هم عايزينه. التعليم العادي بتاع الكتاب بس والاسايز بس والورق والقلم بس، حتى لو على الديجيتال، ده مش هينفع. انا شايفه ان الولاد محتاجين يتعلموا ايموشنال انتليجنس، حاجات تعاملات، سكيلز بالايد، سكيلز حاجات تتعمل، لانه الاي اي مش هيعرف يعمل اي سكيل ليها دعوه بالايد، اي يركب حاجه، يصلح حاجه، الحاجات يعني السكيلز دي. وكاني بقول انه الروبوت هيحل محل الحاجات اللي مش محتاجه
مشاعر او physical skill. فهل انت معايا انه الاديوكيشن سيستم اللي بندفع فيه فلوس قد كده بقى كله بيحل الامتحانات والاسايز والكلام ده كله بدوسة زرار ويحطوا الهيومن element بتاعهم and what we need now ان احنا نطلع في الولاد سكيلز مختلفة؟ طيب سؤالك ده بيبقى مقسوم لكذا شق الحقيقه يعني. اوكي. اول شق هو الاي اي مش هيعرف يعمل الاعمال الفيزيكال الدقيقه، لا هو هيعرف يعمل عادي جدا، ودلوقتي بيجربوا يخلوا الروبوتس يعمل عمليات جراحيه، ويعني الموضوع ده مش قصه خالص. مش unaffordable يعني. لا لا it will be affordable it will قدام. be affordable. يعني احنا بنتكلم ان الاي اي بيتطور كل 5 اشهر 5.6 months actually. فلا يعني very soon هنوصل لتقدم احنا مش متخيلين. اوكي. بس و 5.6 months ده مش كلامي، ده كلام محمد جودة، اعتقد هو مشهور جدا في الاي اي سين يعني. عشان ما نسيبش الكلام ده لنفسي يعني. لا ف فالنقطة هنا لا الدقة وان هو يعمل حاجات فيزيكال ده موجود. طيب أوكي. الشق الثاني شق ان الاولاد النهارده في الاديوكيشن بيعتمدوا على الاي اي والكلام ده كله. طيب رول اوف ثامب بالنسبه لي مجهود الانسان هيفضل طول عمره ابريشيتد. فاللي هيعمل الاساي النهارده بالاي اي زي ما قلنا في دقيقه، في واحد تاني هيعمل نفس الاساي بالاي اي في ساعه، and still اللي عمل الاساي في الاي اي في ساعه هيبقى احسن ومور كواليتي عن اللي عمله في دقيقه. فهيبقى عندك الشخص اللي هيجي النهارده يعمل الهوم ورك بتاعه بالاي اي عشان يكروت ويخلص بسرعه، وهيطلع الهوم ورك هي ويل تيك ذا بوكس. بس في اللي هيكسل. اوكي، هو اللي هيعمل الهوم ورك بتاعه بالاي اي بس هيعمله احسن بكتير، وهيقعد يحسن منه وهيحط المجهود بتاعه. فمجهود الانسان is most appreciated. اوكي فبالتالي هيفضل زي ما عندنا النهارده طفل قبل الاي اي كان عندنا شخص بليد وشخص شاطر، الاثنين عندهم نفس الكتاب، الاثنين بيذاكروا، في واحد بياخد مجهود اكتر ويقعد يذاكر كذا ساعه اكتر، وفي واحد ما كانش بيذاكر ساعات اكتر. هو نفس الشخص اللي كان بيذاكر كتير ده هتلاقيه على الاي اي مش بيكروت، مش هيعمل اسي ويمشي، لا هيقعد يعمل اسي وبعدين يحسن في البرومبت وبعدين يغير في الاسي وبعدين يزود حته وبعدين يغير حته. اوكي هنا هيفرق. فمجهود الانسان عمره ما هيروح، مجهود الانسان هيفضل هو الحد الفاصل سواء باستخدام الاي اي او عدم. اوكي. الاديوكيشن سيكتور محتاج حاجتين. اول حاجه انه يشوف ازاي يادبت مع التشينج، ما يحاربوش، لانه ولاد بكره هم ولاد الاي اي. يس. اوكي، فلو ما علمتوش ازاي يتعامل مع الاي اي انت كده فقدت الاساس بتاعك كمعلم بانك بتجهزني للمستقبل. بس دي اعتقد حاجه مفروغ منها يعني. هو الاي اي كده ده هيدخل في المدارس. انا ماي كونسيرن انه خلاص الولاد كلهم بيستخدموا الاي اي خلاص يعني. ما هو الولاد كلهم بيستخدموا الاي اي. ولا وانا اللي بشوفه اللي بيضايقني جدا ان المدرسين بيحاولوا يشوفوا هو الحاجه دي معموله بالاي اي ولا لا. هو انت المفروض تشوف الحاجه اللي معموله بالاي اي دي up to the standards for the future ولا لا، up to the standards بالنسبه للي حواليه ولا لا، مش انك تحارب ان ده يتعمل بالاي اي. هم بيحاربوا. ومعلش انا كمان هعترض في حاجه هنا. ان كنت حتى قاعد مع احد رؤساء الجامعات يعني، كانت عامله موديل جميل جدا. هي قطع التعامل بالاي اي اول سنتين. اوكي، عشان الاولاد محتاجين يتعلموا السكيلز دي، الصنعه. وبعدين بعد كده مخليها intensively using AI. هم عايزين تستخدم الاي اي، بيعلموك، بيدوك كورسز انتنسيف في الاي اي. اوكي، طب ايه هدف اول سنتين دول؟ ان انا لما هتشتغل بالاي اي انا عايزك انت تبقى فاهم وعايزك انت اللي تطور. ما هو الاي اي ده از مان ميد، فانا لو بطلت اطور مش هيتطور، فانا هوقف البشريه. انت فاهم يعني؟ انا النهارده لو بطلت احط له انبوت ستيل هو بيجنريت انبوت، ستيل هو بيعلم نفسه، بس من غير الانسان مش هيحصل حاجه. اوكي، فانت من مدرسه لا الاديوكيشن يفضل زي ما هو بس نمرج الاي اي. يس. انا من مدرسه انه احنا لازم ندخل physical skills and human interaction skills which makes us two teams
and it's okay انه نشوف الاختلافات دي، وده الاسنس بتاع البودكاست. الهودكاست بتاعي هو الاختلافات. لانه going with you انا شايفه ان الاتجاه ده حتى لو ده الصح اتجاه مليان stress, anxiety, سرعه، lack of human growth in terms of المشاعر واندرستاندينج البني ادمين. الولاد مش هيعرفوا يعملوا حاجه بايديهم، مش هيعرف يصلح. وده اللي احب قوي ان ادمج ده مع نرجع بقى تاني نعمل حاجات بايدينا. وممكن يكون ده تفكير عميق، بس يعني يا جماعه انت قصدك بيه عميق؟ قول لنا ايه؟ انت قصدك عميق؟ عقيم صح؟ عايزه اقول عقيم. تفكير عقيم. حسيت ان انت أيوة لا مش عميق، عقيم. وهنا we can vote. Do you see what I am saying؟ دي حاجه مهمه تتحط في المدارس ولا لا؟ اللي هو بقى التدبير المنزلي والزراعه والحاجات بتاعت زمان should be merged في الeducation system along with الاي اي. لانه الحاجات اللي كانت الهوم وركس والريسيرشز والحاجات اللي كانت بتاخد مننا شهور هي هتاخد مننا وقت اقل. ف we can agree on that or disagree. الانتربيرسونال سكيلز دي سكيلز احنا لازم نتعلمها، سواء كان بالتعامل بيننا وبين بعض او بكورسز او في المدرسه، بما ان احنا موجودين في المدرسه وكلنا موجودين بنتعامل مع بعض. ملهاش علاقه بالاي اي او باستخدام الاي اي، او يعني ما اقدرش اقول ان النهارده بدل ما كنت بربط المسمار بايدي فجبت المفك فكده انا غيرت حاجه في الموضوع. دي اداه يعني ما لهاش علاقه. التعامل بين الناس وبعضها ده مهم. يعني انا النهارده في الاي اي لما باجي اقول لك في تول للاي اي بتعمل برزنتيشنز، التول دي فيها تيم شيرنج، فانا وانت بتخش وبنقعد مع بعض وبنتفق ازاي هنعمل البرزنتيشن وبنتكلم مع بعض. فالهيومن انتراكشن مش هيتلاقي بوجود اي اي او كده. احنا اللي اما انت النهارده هتيجي انت شخص هتنطوي على نفسك وهتقعد على الاله ومش عايز تتكلم مع حد وعايز تعمل كل حاجه لوحدك. ما هو ده اللي انا كنت لسه اقوله. انا بالعكس انا شايفه ان اي لا هو هيلغي الهيومن انتراكشن. يعني حتى الاجيال الصغيره اللي طالعه حبايبي هم ما عندهمش ذكاء اجتماعي. قليل اللي عنده فعلا ذكاء اجتماعي ونيجوشيشن نوت مانيبيوليشن. والمانيبيوليشن بيجي من السوشيال ميديا اكسبوجر وهاو تو اعرف ايه استخدم الفهلوه. بس فعلا يا سراج اللي بشوف ان كل ما الجنريشن صغرت كل ما الذكاء العاطفي واندرستاندينج ازاي اتعامل مع الاسنس اوف البني ادم، قدرة تحملي لاخطاء البني ادمين وقدرة تحملي لاختلافات الشخصيات، الحاجات دي كلها قلت وهتفضل تقل. لانه بدل ما كنت بعمل الهوم ورك مع صحابي ثرو المدرسه وبروح البيت، انا بقيت بتكه زرار بعمل الهوم ورك وفي الاسنس بتاعي وفي شخصيتي وفي كل بقى الكلام القمر الجميل اللي انت قلته ده. يت الطبيعه بتاعه التعاملات بتاعه الولاد مع الآلة على طول they will be conditioned psychologically, they will be conditioned ان البيهيفير بتاعهم will change. فانا محتاجه induce بقى من بره a lot of human skills. Yes. انت you have to induce a lot of human skills. ولكن انت دلوقتي اثرتي حته مهمه جدا، الجيل الصغير وانه بينطوي على نفسه وانه بقى ليه عالمه الخاص ودخل جوه البابل بتاعته والقصه دي كلها. ودي قصه ملهاش علاقه بالاي اي برضو، هي لها علاقه يعني بص انت على فكره علاقتك بالاي اي دي مقلقه. ما ينفعش اقول النهارده على المجره ان المحاسبين كانوا قاعدين بيحسبوا الحاجات بايديهم، وبعدين لما دخل الاكسل بقى عندهم انطوائي. ما اقدرش اقول كده. بص هقول لك على حاجه. تعالي بصي على الشباب الصغير دلوقتي. الشباب الصغير النهارده انا لزقته في التليفون. اوكي ليه؟ نتيجه للسوشيال ميديا. هو هنا الاي اي ما بقاش التول، هو بقى يور ماستر. تفرق. الاي اي هنا هو اللي اتحكم فيك، مش انت اللي اتحكمت في الاي اي. الاي اي اللي اتحكم فيك في ايه؟ في انه يخليك تقعد تتفرج على فيديوهات ويجيب لك الفيديو اللي انت عايزه اللي انت اتفرجت عليه مره فيجيب لك منه كتير والى اخره. فاحنا بنتكلم على الاي اي الجوريثم بتاع السوشيال ميديا، هي اللي لزقت الولاد. فالولاد النهارده بقى عنده اوبشنز احلى بكتير قوي من يقعد يتكلم معاكي.
انت النهارده هتتكلمي معايا، يا هتضايقيني يا مش هتفهميني يا هتقولي لي كلام مش عاجبني. طب وانا ليه اقعد اتكلم معاك؟ طب ما انا اقعد ابص على السوشيال ميديا واشوف حاجات وفيديوهات. بقى في اوبشنز ليك كفرد تنطوي عليها محتاجه يعني تقدر تنعزل عن العالم. احنا زمان التلفزيون لما كان بيقفل الساعه 12 بالليل ويفتح الساعه 10 الصبح أيوة. وليك مواعيد، وهو البرنامج اللي هيشتغل مفيش غيره. اوكي Yeah. فانت النهارده لو في حاجه شغاله في التلفزيون مش عاجباك غصب عنك هتقعد تتكلم مع اللي جنبك يعني. بس النهارده انا لو مش هتكلم مع عاجبني ماما التلفزيون، وخلاص. مش عاجبني اللي على اليوتيوب اخش على تيك توك، مش عاجبني التيك توك طيب. اخش على سناب شات. الموضوع ليه علاقه بالولاد، البيئه اللي الولاد بيتربوا فيها ماشي. النهارده هي دي اللي مخلياهم انطوائيين ومش عارفين ومش عايزين يتكلموا، لان هم عندهم اوبشن تاني. عايزه تخلي هيومن انتراكشن موجود والناس والدنيا دي تتحسن، أيوة. اعملي سكرين تايم. خلاص يا اولاد، انت النهارده الافريج تايم على السوشيال ميديا از 8 ساعات. 8 ساعات يعني تلت يومك، تلت يومك، والتلت التاني انت حاجة نايم، مرعبة. فاضل تلت واحد في حياتك. حاجة مرعبة. طب التلت يومك الثمان ساعات دول، انا النهارده لو قطعت قلت لك ساعه واحده بس سوشيال ميديا 7 ساعات، انت هتقعد تخبط دماغك في الحيط. اوكي طب زي اي مدمن بذمتك لغايه ما انت- توصل لحاجه تعمل كده. انا ما بذمتك. بعملش كده طبعا. انت كماركتير، لا ما كنتش اسالك ده. انت كماركتير، الماركتينج ترندز هي اللي سيئانه ولا احنا اللي سيئانه؟ لا هي اللي سيئانه طبعا. هي اللي لا، سيئانة. ليه احنا سوء ازاي؟ طيب ففاكت از اي هو اللي سيئنا. ايوه ما انا هنا بقول لك بقى، شفتي؟ أيوة. هنا ما انا بقول لك هنا في الحته دي تمام. انت خليتي الاله هي اللي تتحكم فيك. انت وظفتي الاله في انها تمانيبيليت البشر. وده حصل. بس ده حصل من زمان. هو انا النهارده كمارك زوكربيرج انا النهارده قاعد قلت له يا جماعه هتعملوا، طب شوفوا لي يا جماعه حل يخلي الناس تلزق في التليفون تمام. فاستخدموا الالجوريزم ان هم يعملوا كده. ما هو طول عمرنا هنفضل السكينه ممكن يمسكها طباخ وممكن يمسكها قاتل. فانا النهارده خليتك بالاستخدام للاي اي ان اتحكم فيك وخليك تبقى قاعد على التليفون وتبقى انطوائي وتبص حواليك وتشوف الفومو ومش الفومو والكلام ده كله. انا استخدمت الاي اي في حاجه زي كده، بس ممكن استخدمه في حاجه ثانيه. حلو. فده ياخدنا بقى للبوينت اللي هي الاولانيه، انه انا محتاجه اعمل هافي اويرنس وهافي تدخلات ان ان الولاد يبقى عندهم حاجات كتير قوي. انا مش عارفه اتكلم في ايه ولا ايه. يعني اول حاجه محتاجين طبعا اويرنس، محتاجين يعرفوا المقارنات والترندز والحاجات. يعني احنا احنا هقفل الحلقه. طيب خلينا موضوعيين شويه. فاحنا التركيز على الجيل اللي جاي اللي هو خلاص بيستخدم الاي اي، انه احنا متفقين في حته انه الانتربيرسونال سكيلز محتاجه تعلى. ديفينتلي. فانا ده في حياتنا عامه، ده مالهاش علاقه بدلوقتي من زمان كانت محتاجه تعرف. بس من زمان ما كانش عندنا الادوات يعني. دلوقتي بس بقى في علم، بقى في اكسبوجر، بقى في كتب بتجيلنا من بره، بقى في يوتيوب، بقى في وسائل تعليميه كتيره جدا تقدر تبتدي تعتمد عليها في انك انت تتواصل مع الناس وتعلمهم وتعمل لهم كورسات والى اخره. يعني الكبار زي الصغيرين محتاجين ده، مش شايف ان ده الصغيرين محتاجين اكتر؟ الكبار اتربوا على غصب عنهم بقى في انتربيرسونال سكيل. اوكي الصغيرين حاليا هم ما عندهمش، لان هو قاعد في البابل بتاعته. اوكي فبالتالي انا النهارده الموضوع بيبقى بالحظ لو شفتي طفل عنده انتربيرسونال سكيلز. يعني انا عندي النهارده انا النهارده عندي ابني وعندي بنتي التليفون بالنسبه لها مخدرات. اما التليفون بيقطع شحن بتلاقيها ارتبعت واتضايقت وبتاع وكده، وانا بقعد اعيط على بنتي يا عيني. ابني عنده فيري جود انتربيرسونال سكيلز. الفرق بينهم 5 سنين، هو عنده 17 سنه يعني، ما هوش في العشرينات مثلا، هو عنده 17 سنه وهي عندها 11 سنه، بس ستيل هو بالحظ بقى عنده انتربيرسونال سكيلز. فاحنا دلوقتي متفقين انه الاي اي مش هيريبليس، الاي اي هيغير شكل الشغل. وجود نيوز يا جماعه انه محمد انت في الاربعينات وانت ماشي مواكب التغيير، فدي حاجه يعني مش حاجه صعبه ان احنا نعملها. يعني الجيل بتاعنا الريزيستنس بتاعت الجيل بتاعنا اتس من المايند سيت بتاعنا، مش ان احنا الموضوع صعب علينا، صح؟ طبعا. لا هو الانسان بس عدو ما يجهل يعني. ما انا يا اما اخد قرار ان اتعلم حاجه جديده، يا اما احاول احاربها عشان اقول ان العيب مش عندي، العيب عند الحاجه الثانيه اللي هو مش انا. اوكي. فاحنا عندنا هنا ممكن نقسم المشكله في جيلين.
الجيل الاولاني مشكلته انه اي اي قوي والجيل التاني انه مش اي اي خالص. اوكي، فاحنا في الجيل الاولاني اللي هو الاي اي قوي هنديله interpersonal skills زياده، وهنعلمه ازاي يحط الاسنس بتاعه في الاي اي علشان لما الجوهر بتاع الهيومن يطلع في الشخص يبقى الشغل بتاعه زي ما انت بتقول ريماركبل، يبقى حاجه واضحه. وهنقول للجيل اللي هو مش اي اي خالص انه احنا ممكن نتغير، لانه يعني في واحد شغله من اول ما بينام، من اول ما بيصحى لحد ما بينام التيمز شغلهم كله اي اي، وشغال من اول البرودكت ديفلوبمنت لحد كل شركه عندها مشكله ايه الافكار اللي ممكن، فاحنا ممكن نعمل كده. وانا يمكن حد عدوة التغيير شويه في حته الشغل، برضو دلوقتي بستخدم ال AI to a very big extent يعني. وهنا عايزة أقول آخر حاجة إنه ال AI هيبقى أحسن مننا في حاجات كتير. الحاجات اللي هي الديفينيت، الحاجات التكنيكال، هو الاي اي بيبقى وسربرايزنجلي من الحاجات التكنيكال اللي انت اتكلمت على العمليات، الدايجنوزز الاي اي هيعملها احسن من الهيومن، لانه البني ادم عنده عامل الخبره وعنده عامل انه شاف، والاي اي عنده كتب، فانت هتدخله الداتا هيعرف يدايجنوز تو ا فيري بيج اكستنت لاقرب حاجه للصح. الفكره بقى انه لما الاي اي هيعمل اللوكشه بقى بتاعه الشغل التكنيكال المظبوط البريسايز، انا عايزه هنا الهيومن انتراكشن هنا بيكون فين؟ يعني لو انا لو مثلا هيعمل دايجنوزز، اوكي، انا هنا شغل الدكتور ما انتهاش، هو شغل الدكتور محتاج يتغير ان الدكاتره ترجع تاني بني ادمين، لان يعني الدكاتره، انا على فكره اهلي كلهم دكاتره فانا مش قصدي حاجه يعني، بس هم يعني very straightforward، كل عيان بيجي بيقلبوه، ما فيش حد بيقعدوا يفهموه الهوليستيك ابروتش وممكن يشتغل على ايه. فاعتقد ان الاي اي هنا ممكن ياكسلريت الحته دي ويرجع تاني عند البني ادمين الحته بقى الهيومن. بصي، ما هو في دكتور النهارده هيعمل شغل بسرعه وهيوفر وقت فهيبتدي يحسن ويعمل، وفي دكتور تاني بالظبط. هيوفر وقت عشان ياخد حالات اكتر ويكسب اجين. هي في ايد ده وفي ايد ده، فهي صح. في الاخر تعتمد على الشخص ده هيعمل ايه بالوقت اللي فاضي. يعني بمناسبه، يعني انا اخويا عنده ايجنسي، في النهارده الديزاينر اللي كان بياخد ساعات انه يعدل في حاجه معينه، الاي اي النهارده بيعدلها له في كام ثانيه. فيا اما انا هخليه يبدع ويعمل افكار جديده ويطلع اوبشنز ويعمل حاجات، يا اما اخليه يستريح، يا اما هقول له ايه ده انت عدلت الصوره بالسرعه دي، طب خد بقى شغل اكتر. يعني في الاخر هي بتعتمد على البني ادم، في الاخر هو اللي بيتحكم في الاتجاه هيمشي عامل ازاي. اوكي بس. اوكي طيب، اخر سؤال بقى، بما ان انتوا بيئه العمل بقى كلها روبوتات، مشاكل الشغل عندكم زينا كده ولا انتوا عندكم مشاكل جديده؟ لا، هي نفس المشاكل، هو شغله في اي حته هو نفس المشاكل. والناس اللي بتعمل كودنج باستخدام الاي اي والناس اللي بتعمل الكودنج بنفسها يقول لك لا اصل دول الجيل الجديد، هم دول فاهمين كودنج، دول قاعدين على الاي اي اصلا. في بتسمعي كده اللي هو ايه ده، هو انتوا بتسموا اللي انتوا بتعملوه ده كودنج، والتانيين احنا بنعمل الكودنج وبنعمله بسرعه. فهي نفس اللقطه، الجيل الجديد قدام الجيل القديم والشباب الصغير، ويخش عليه الكبير يقول له انت مش فاهم مش عارف ايه. وتو اكستنت على فكره، ما هو ساعات كتير جدا هو بيعصب لانه خلاص هو مخه ما بقاش بيشتغل، هو معتمد عليه اي زياده عن اللزوم. فبيجي التاني الخبره اما بيلقطه في حته يقول له لا بص بقى انت نمت، لا ركز وبتاع، ويقوم مطلع له الزيتونه اللي في الموضوع. وهنا بيفرق عامل الخبره.
فهي نفس المشاكل اللي بتواجهها في الشركه دي نفس المشاكل اللي بتواجهها في اي شركه، الجديد مع حرب مع القديم، وهي نفس اللقطه بالظبط. والماركتنج بيتخانق مع التكنيكال، والتكنيكال يقول لا ما انا ليه هعمل البتاع دي ما هي كده كويسه، وانا اجي اغلس عليها واقول لا لازم تعمل لي انترفيس حلو عشان العميل لازم يشوف الحاجه شكلها حلو وهو مش مهم بالنسبه له الشكل. هي نفس اللقطه بتاعت كل أوكي. دايما هتلاقي الماركتير بيتخانق مع التكنيكال، والتكنيكال بيتخانق مع والفاينانس لما بيجي يصرف على التكنيكال بيقعد يعيط، وانتوا عايزين تعملوا المكن ده ما تشتغلوا زياده. يعني هي نفس اللقطه، نفس الدايلاما. هي نفس الدايلاما. مسميات مختلفة وداخليات مختلفة. ثانك يو يا سراج جدا على الحلقة دي. يعني اتمنى ان انا ما اكونش لخبطتكم، لان انا نفسي كنت متلخبطة يعني حتى وانا محضرة، بس اللي هو كل ما اقول حاجة يعني هو كان بيرد عليا بحاجة اغمق، يعني يا رب ما اكونش لخبطتكم. to wrap up this I think wrapping up is very easy. يا جماعة انتوا معاكم سلاح ذو حدين. يا اما هتستخدموها ان انتوا تطوروا نفسكم وتستخدموها في ان انتوا تعلوا جودة الحاجة اللي انتوا كنتوا بتعملوها، يا اما مش هيبقى في جوهر او طعم للهيومن اسنس في الشغل. وتاني حاجة قلناها ان الاي اي مش هيريبليس بس هيغير شكل الشغل. فاحنا الهوم ورك بتاعنا ككبار ان احنا يبقى عندنا فلكسبيليتي ان احنا نتغير بسرعه، وده هيحتاج مننا ان احنا نتحرك دلوقتي حالا. وقلنا الجيل الاصغر محتاجين ان احنا اتفقنا على حته الانتربيرسونال سكيلز دي ان احنا نركز عليها اكتر. انا بس عايزه ازود من عندي حته السكيلز، انا هزودها اللي هو الحاجات اللي بتتعمل. المدارس شكلها لازم يتغير بالنسبه لي. اوكي، ولازم ده يدمج. اخر حاجه بس يمكن توصيه اقولها سريعا from a mental health perspective. انا يعني عارفه ان انت الكلام ده كله بالنسبه لك يعني ملوش لازمه، بس معلش اسمعوني يا جماعه. a lot of choices معناها anxiety، سرعه معناها stress، اوبشنز كتير معناها فومو. فخلينا برضو نبقى فاهمين ان المنتل هيلث ستريسرز اللي هتيجي ديو تو السرعه والاوبشنز الكتير والتشويسز الكتيره is really alarming. فدي حاجه محتاجين نبص عليها. واخيرا بشكرك تاني يا سراج، واشوفكم في حلقه تانيه. Please don't forget ان انتوا to subscribe and comment and like and يعني على قد ما تقدروا to interact مع البودكاست عشان نقدر نجيب لكم حلقات مختلفة.